مش نفسك تبقى اصغر مبرمج في الجمهوريه؟ كمل الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي مبرمجين تانية ثانوي دفعه البكالوريا، سواء كنت طالب عربي او طالب لغات. عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. الفيديو ده اهم فيديو ممكن طالب دفعه 2027 يسمعه. ليه بقول لك كده؟ لان الفيديو ده هقول لك فيه على كل التفاصيل اللي هنعملها السنه الجديده في ماده البرمجه او البروجرامينج. بعد ما كسرنا الدنيا في اولى ثانوي ونزلنا منهجنا كله على اليوتيوب سواء لطلبه العربي او طلبه اللغات، ومراجعاتنا النهائيه كلها ما خرجش منها الامتحان، مش انا اللي بقول كده، ده بشهاده الطلبه اللي اتفرجت على المراجعه النهائيه بتاعتنا. الفتره اللي فاتت دي الطلبه كلها عماله تسال البدايه امتى يا مستر؟ هنبدا امتى يا مستر؟ في الفيديو ده يا باشا انا هقول لك على تفاصيل السنه الجديده كلها، سواء نظام الاونلاين، نظام السنتر، نظام المتابعه مع الطالب وولي الامر، واماكن تواجدنا في السناتر. نمسك اول حاجه معانا وهي نظامنا في الاونلاين هيبقى عامل ازاي. بالنسبه لنظام الاونلاين فاحنا عاملين لك اقوى نظام اونلاين في مصر كلها. تعال اقول لك الحصه بتاعتنا هتكون مكونه من ايه. هينزل لك حصه اسبوعيه، الحصه ده هتحتوي على 5 حاجات. هنمسك اول حاجه في محتويات الحصه وهو الكويز. الكويز ده لازم تنجح فيه علشان يفتح لك باقي محتويات الحصه. طب لو ما نجحتش فيه، احنا بقى عاملين لك حاجه جامده جدا بنواكب بيها نظام البكالوريا. عاملين حاجه اسمها نظام التحسين. نظام التحسين ده عاملينه لو انت سقطت في الكويز تقدر تمتحن مره واثنين وثلاثه، وفي كل مره هتعيد هتبقى الاسئله مختلفه. نيجي لتاني حاجه وهو هيبقى فيديو شرح الحصه. نيجي لتالت حاجه وهو فيديو تدريبات على الشرح، وده الغايه منه تثبيت الشرح. ليه عاملين فيديو تدريبات؟ لان انا لو شرحت وسبتك من غير تدريبات فانت هتبقى فاهم الدرس، بس لو جيت تحل عليه مش هتعرف تحل اي حاجه خالص. بعد ما تحل الكويز وتتفرج على شرح الحصه الجديده وتحل فيديو التدريبات، هينزل لك بعدها بكام يوم رابع وخامس حاجه معانا في محتويات الحصه، وهم الواجب، وده هيبقى الكتروني، وبعده على طول فيديو حل الواجب، وده مش هيتفتح غير لما تخلص حل الواجب بتاعك كله. وبعد كل شهر هيبقى فيه امتحان شامل على منصتنا، والاوائل فيه هيبقى ليهم جوائز قيمه جدا جدا جدا. وبالنسبه للباكجات فانت هيبقى عندك 3 حاجات: حصه فرديه وباكج شهري وباكج ترم كامل. اما تاني حاجه عندنا وهي نظام السنتر، هيبقى نفس نظام الاونلاين بالظبط، مفيش اي تغيير، بس انت هيبقى عندك ميزه قويه جدا ان انت بعد ما تحضر الشرح معايا ونحل التدريبات سوا، اول ما تروح بيتك هتلاقي فيديو الشرح وفيديو التدريبات مفتوحين لك على المنصه، تقدر تتفرج عليهم مره واثنين وثلاثه و10. نيجي بقى لاهم جزء معانا وهو نظام المتابعه مع الطالب وولي الامر، وده مش هدفه اننا نرخم عليك يا صديقي، بالعكس النظام ده احنا عاملينه عشان نلتزم مع بعض ونقدر نجيب الفول مارك في اخر السنه. بالنسبه لطالب الاونلاين، مجرد ما تخلص الكويز هيتبعت لولي الامر الدرجه فورا، واحنا بقى عاملين لولي الامر حاجه جامده جدا. مجرد ما الطالب يعمل اكونت على المنصه هيتبعت لك لينك، اللينك ده تقدر تخش منه في اي وقت في السنه تتابع تقدم ابنك على المنصه. وبالنسبه لمتابعه طالب السنتر، مجرد ما تخش القاعه هيتبعت لولي الامر مسج فيها حضورك بدرجه الامتحان بتاعتك وانت قاعد معايا. طب ولو غبت هيتبعت لولي الامر مسج بالغياب. وكده كده تقدمك كله على المنصه معانا، فاحنا في اي وقت هتلاقي مننا مكالمه لو حسينا منك بكسل هنشوف مشكلتك ايه ونعالجها ونتابع معاك بشكل دوري. والغايه من المكالمه دي اننا نطمنك ونحسسك بالامان. طيب انت طالب اونلاين او طالب سنتر، هتقول لي يا مستر افرض وقف معايا اي حاجه في المنهج. هقول لك ما تقلقش يا صديقي خالص، عشان احنا وفرنا لك اقوى تيم دعم علمي مدرب على اعلى مستوى هيتابع معاك مشكلتك من اولها لاخرها، وكمان انا هبقى موجود معاك بشكل شخصي. هنيجي لاخر نقطه معانا وهي اماكن تواجدنا. اماكن تواجدنا كلها هسيبها لك في اول كومنت، تقدر تتوجه للسنتر اللي انت عايز تحجز فيه، والحجز عن طريقهم هم مش عن طريقنا. كده انا خلصت لك كل التفاصيل بتاعتنا. عايزك تركز جدا في كلامي، واوعدك انك لو ركزت في كلامي جدا وعملت بيه هتضمن ال 100 درجه بتوع البرمجه. هسيب لك لينك فورم الحجز في اول كومنت، هتخش تكتب اسمك وهتلاقي حد من التيم بيتواصل معاك. وجايب لك مفاجاه جامده جدا، وهي ان اول 50 طالب هيسجلوا في الفورم هيبقى لهم جوائز قيمه جدا جدا جدا. هسيب لك لينك المنصه بتاعتنا في اول كومنت، هتخش تعمل اكونت، لان المنصه دي اللي هيبقى عليها تفاصيل الاونلاين بتاعتنا كلها، وكل المميزات اللي احنا قلناها دي هتبقى موجوده على منصتنا، منصه ذاكر لي برمجه مستر سعيد السيد. وعايز اقول لك ان المنصه دي انا اللي عاملها بنفسي.